واحدة بتقول انا جوزي اتجوز عليا في الغربة، وبتقول هو خدني في عز شبابي وانا لسه عندي 18 سنة. وبتقول والله يا جماعة القصة دي حقيقية ومن رسائل الصفحة. بتقول لي اتجوز لا بيسأل فينا ولا بيبعت لنا مصاريف ولا بيتكلم اولاده حتى في التليفون ولا بيبعت حاجة على العيد والمناسبات لعياله. اقسم بالله كده. والست صعبان عليها ان هي كمان هي وحيدة عندها قرايبها بس ابوها وامها متوفين. هي صعبان، هي مش عارفة تعمل ايه. بتقول انا عايزة اتطلق منه، عايزة اخلع، عايزة اروح، عايزة اجي. بس انت ليه تعمل كده؟ طب يعني انت ليه تظلم زوجتك معاك؟ بلاش زوجتك يا سيدي، ليه تظلم اولادك معاك؟ طب انت خلفت عندهم بنتين وولد، طيب بناتك دول هيطلعوا ايه؟ طيب صرف النظر عن الولد، سيبك يا سيدي الولد هيعتمد على نفسه، لو طلع ضايع مفيش مشكلة. طب بناتك دول، بناتك انت كده انت بتقول لمراتك وبناتك روحوا بقى شوفوا انتوا هتاكلوا حرام ولا هتعملوا ايه ولا هتدبروا اموركم ازاي. بتقول لي والله احنا بناكل وبنشرب، ما عارفه انا باكل وبشرب منين، ربنا ساترها معانا كده وخلاص. وبتقول لي انا نظرة الناس ليا بتذبحني. بتقول لي الستات لما بيقولوا لي جوزك بيقعد بالتلات اربع سنين ما بينزلش، يعني انا بتذبح من الكلام. اقسم بالله يا جماعة كمية ظلم. هو الفيديو بس ليه جزء تاني بس عشان ما اطولش عليكم. كمية ظلم الست دي متعرضة لها، اقسم بالله الراجل ده هيتردله في الدنيا وفي الاخرة.